كشفت المفوضية الأوروبية عن أول استراتيجية موحدة للتأشيرات في تاريخ الاتحاد، متعهدة بالانتقال الكامل إلى الطلبات الرقمية في أفق سنة 2028، في خطوة توصف بأنها تحول جذري في طريقة دخول الأجانب إلى فضاء منطقة شنغن، وفق ما أوردته الصحافة الفرنسية. الخطة الجديدة التي عرضت في 14 فبراير تندرج ضمن برنامج خماسي لإدارة اللجوء والهجرة، وتهدف إلى توحيد قواعد الولوج إلى دول الاتحاد الأوروبي مع رقمنة مصادر التأشيرات قصيرة وطويلة الأمد بشكل كامل خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتراهن بروكسل على 4 دول كشركاء تجريبيين لإطلاق المنصات الرقمية الجديدة، وهي فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، في أفق تعميم التجربة على باقي الدول الأعضاء. أبرز التغييرات التي ستلمس المسافرين تتمثل في الاستغناء عن أختام جوازات السفر داخل فضاء شنغن، وتعويضها بتسجيلات إلكترونية تعتمد نظاما آليا لاحتساب مدة الإقامة وفق قاعدة 90 يوما خلال 180 يوما. كما تؤكد الاستراتيجية دخول نظام ETIS حيز التنفيذ مع نهاية 2026، وهو ترخيص سفر مسبق بقيمة 7 يورو سيكون إلزاميا على مواطني الدول المعافاة من التأشيرة، من بينهم البريطانيون والأمريكيون، قبل التوجه إلى أوروبا. وفي السياق ذاته تستعد إيطاليا لإطلاق نظام الدخول والخروج البيومتري EES في مطاري فيوميتشينو ومالبينسا خلال أكتوبر 2025، بالتوازي مع نقل قاعدة بيانات بورتالي فيستي إلى بيئة سحابية تشرف عليها وزارة الخارجية الإيطالية.